يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء حقبة جديدة مع المدرب الجديد الدنماركي ياس توروب. وأقام الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة لتقديم ياس توروب كمدير فني للفريق الأول. يبدأ الدنماركي ياس توروب مهمته مع الأهلي بمواجهة إيجل نوار البوروندي في بداية مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2025-2026. ويحل الأهلي ضيفاً على إيجل نوار في ذهاب دوري 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل. ويفتقد ياس توروب حالياً للعديد من اللاعبين ما بين الإصابات والانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية. ويضم منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة غينيا بيساو كلاً من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن تريزيجيه ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم ومروان عطية. ويتواجد 3 لاعبين في منتخب مصر المشارك في كأس العرب بمعسكره بالمغرب، وهم ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف. وفي منتخب تونس هناك محمد علي بن رمضان. ويضم منتخب المغرب المحلي اللاعب أشرف بن شرقي وأليو ديانغ في مالي. ويشارك جراديشار مع سلوفينيا. وبخلاف ذلك هناك بعض اللاعبين المصابين في الأهلي، وهم حسين الشحات، إمام عاشور، أشرف داري، كريم فؤاد وأحمد رضا. وبالتالي سيكون مران ياس توروب الأول مع الأهلي منقوصا في عدد اللاعبين لحين اكتمال الصفوف بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا. 5 مباريات تنتظر ياس توروب في 15 يوما. ستكون بداية ياس توروب ساخنة مع القلعة الحمراء، حيث سيخوض 5 مباريات في 15 يوما قبل فترة توقف نوفمبر المقبل.